فعالم بيتعاد تشكيله بالحروب والأزمات، اتجهت الدولة المصرية لاتخاذ قرارات تحمي بيها اقتصادها ومواردها وشعبها. فظهر تساؤل على الساحة، ليه تم اتخاذ إجراءات ترشيد الطاقة الأخيرة في التوقيت ده، واشمعنى بالشكل ده تحديدا؟ احنا عارفين ان قرار الغلق الساعة 9 ما كانش سهل علينا، وعارفين ان في ناس كتير اتأثرت وشغلها اتغير ويومها بقى مختلف، واكيد عارفين ان مصر المحروسة ما تستاهلش ابدا انها تضل، وده شعور طبيعي جدا ومفهوم. لكن في نفس الوقت خلينا نبص على الصورة كاملة مش بس جزء منها. اللي بيحصل مش في مصر لوحدها، العالم كله خلال الفترة اللي فاتت اتعرض لضغط كبير جدا في الطاقة والوقود والاقتصاد. إجراءات مصر الاستثنائية، الحقيقة التي لا تقال. На что хотел бы обратить внимание? Прежде всего, низкая отрицательная динамика основных макропоказателей. الأزمة اللي بيمر بيها العالم خلت دول كتير كبيرة وصغيرة تاخد قرارات صعبة لكن ضرورية. في دول خفضت استهلاك الكهرباء بشكل كبير، ودول قللت ساعات العمل، ودول لجأت للعمل من المنزل، ودول تانية وصلت لمرحلة انها تنظم استخدام الوقود نفسه واتخذت اجراءات اشد وابعد بكتير من المحتمل. يعني ببساطة لما الضغط بيزيد كل دولة بتحاول تحافظ على مواردها بأقل خسائر ممكنة، ولحد هذه اللحظة مصر من افضل الدول بالنسبة لامكانياتها تعامل مع الازمة ومراعاة لكل الفئات. تعال نعمل تجربة بسيطة على جوجل. هنكتب تأثير أزمة الطاقة ولنقل في الهند مثلا. الأمر وصل في الهند بجانب النقص الكبير والتكدس على محطات الوقود إنه حتى غاز الطهي أصبح غير موجود. باكستان راحت لأبعد من كده بكتير وقللت من التجمعات الاجتماعية وخلت 50% من الموظفين يشتغلوا من البيت بالتناوب، ووجهت الجامعات للتعليم عن بعد، ونفذت حزمة كاملة من إجراءات التقشف. سريلانكا وسلوفينيا حددوا حصص الوقود للمواطنين وحطوا قيود على الشراء. حتى أكبر الدول إنتاج وتصدير للنفط والغاز الطبيعي زي الأشقاء في الخليج العربي اتأثروا بالأزمة واضطروا يزودوا أسعار الوقود على المواطنين لحد ما وصلت الزيادة في الإمارات من 30 ل 70%. So we're working with all of our allies to bring together a viable collective plan as quickly as possible and ease the economic impacts. حتى في أوروبا وأكبر اقتصادات العالم الصورة ما اختلفتش كتير. فهتلاقي في بريطانيا الأمر وصل بيهم إنهم يخزنوا الوقود في أكياس وجراكن. ألمانيا والنمسا بيحصل عندهم زيادة في سعر الوقود مرة واتنين في الأسبوع. أمريكا نفسها رفعت سعر الوقود بنسبة 34.7% من بداية الحرب على إيران. شوف واعرف بنفسك. تداعيات الحرب على إيران وتأثيرها على أسواق الطاقة دفعت دول كتير لإجراءات استثنائية، ومصر لما اتحركت ما كانتش بتعمل